السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده أول مرة أصور تحدي. والتحدي زي ما انتم شايفين كده هيكون يعني ايه، نار خالص، يعني ربنا يسترها. جوزي قال لي هنعمل تحدي أنا وانتي، واللي هيخلص الطبق بتاعه ليه مفاجأة. أنا مش عارفة ايه المفاجأة، أنا زيكم، بس احنا عايزين نسأله قبل ما نبتدي ونضحي بالشطة. فنسأله طب أنا لو كسبت ايه اللي هاخده منك؟ والله لو متي خلاص ده موضوع وانتهى، انما لو انت عايزني كسبتي. أموت؟ لا يعني مش للدرجه دي. لا لو كسبتي اللي في جيبي بتاعك واهو طب ما ممكن مديهولك. في جيبك جنيه. اهو انت ورزقك اهو. ماشي انا موافقة. وريني طبق اطمن. طب نحطهم هنا قدامهم عشان مفيش حاجة تنقص منهم. طب دول قليلين، يعني انا حياتي كلها بالمبلغ القليل ده؟ يعني مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. طب كام يعني؟ دي شطة. وريني طبق عدهم اعرف حياتي بكام. طب عشان خاطر هم كده. اعدهم بس. هم كده. والله لا يعدهم. لا طب لا. هو يعدهم ونعرف اما كام. تطلعي من التحدي سليمه بتوعي. طب انا ما طلعتش السليمة. بتوعي. طب انا ممكن اموت في الشطة دي. لا بعد الشر عليكي، مش هتموتي، مفيش شطه بتموت. طيب طب احطهم هنا عشان يبقى قدامهم، مفيش حاجة تنقص، وهم يعدوهم وهيقولوا لي في التعليقات. طب افرضهم عدوا بقى، عدوا الارقام كام عشان ابقى عارفه. بسم الله. تمام. يلا هحط بقى الشطه، احنا فاتحين الشطه اهي. بصوا يا جماعه اهي، بصوا دي اللي هي الاندومي الكوري، والشطه الثري لارج، يعني حاجه موت الموت. تمام. بسم الله. جسمي بيترعش من ريحه الشطه بس. اهي كفايه، والنبي كفايه كده. حطي تمام. طاقتك. ما هو ده طاقتي، ما احطش نقطه اصلا. شكلها عامل ازاي. بسم الله. ونحط التوابل بتاعتنا برضو عشان ايه، نكمل بقيه الشطه. بسم الله. ده ايه دي؟ ايه الشطه دي؟ شكلها عامل ازاي. دي التوابل، دي اعشاب. تمام كده احنا ايه عملناها. طب انا هقولك على حاجه، تعالى نقسمها على طبقين. تمام. ونعمل تايم ما بيننا، نعمل تايم وهنوريه لهم، واللي هيخلص في الوقت المحدد هو ياخد الفلوس. انا اول مره اطلع معاكي في حاجه. خير. ف انجزي عشان انا ما عنديش خلق. طيب نقسمها على طبقين، ايه رايك؟ ماشي، هروح ماشي. مأكلها لك كلها مره واحده عشان اخد فلوسي. يعني الفلوس ولا انا يا طه؟ مش مش قادر. خلصي عشان انا قدامك وقت معايا. ماشي تمام، انا هقلبها اهو. هجيب طبقين، انت طبق وانا طبق. ماشي. انتي بتقلبي تحطي الشطه عندنا. لا ما هو كل انا بالنسبه لي بحب الشطه. مش انت. استرها علينا يا رب. احنا داخلين على رمضان، مش هتلاقي حد يعمل لك اكل. مش مشكله، الدليفري شغال. الدليفري ممنوع في رمضان، حرام. لا 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 مش ممنوع. ايوه. انت هتبقى انت الولد، انت البوي هتاخد اللبن. تمام. وانا هاخد دوت. ايه، احط هنا زي هنا. طبعا انا هكمل، انا الشطه الصغننه هكمل. خد انت الشطه. بصوا انا اخدت الشطه كلها اهي. هو خد نقطه صغننه، انت خدت نقطه صغننه اهو. اقول اسم اللي بيصور. لا. اهو الاطباق اهي. طيب طبعا هتمسك طيب. اه طب احنا عايزين نشوف الطيب. انت بتصور عايزه اقول ولا؟ لكم واللي ورا التصوير يعني مش قادر يمسك نفسه بالضحك. ماشي، هات لنا بقى الموبايل واعمل الطيب. هنعمله على قد ايه؟ كام وقت؟ هناكلها في قد ايه؟ دقيقتين، دقيقة ونص. دقيقتين ايه؟ انا بقي صغير، انت بقك كبير فمش هينفع. دقيقة. دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. دقيقة، اسكت بقى دقيقة. هو في ايه هناك؟ لا كده غش، كده المسابقة مش هتنفع. خد ايه ده؟ بقية الغش. وانا انا بقي صغير، انت بقك ماشي. كبير. يلا تايم. ها التايم ابتدى. استنى لسه التايم ما ابتداش. انت بص، انت بتاخد لبن، انا بشرب انا ميه. مش هشرب لبن خالص. مش هتشرب لبن؟ لا لا لا. يعني انا اشرب لبن وميه؟ انا بوي. انت بوي. نعمل ايه؟ التايم مش راضي يشتغل.
يلا يا شوف بنتي. ربنا مش عايزني اموت، يلا يا ابني. ربنا مطول في عمري. يلا يا ابني. استنى لا خدي استنى حبة عندك، خدي حبة. لا انت كتير قوي عندك، عندي. ما جبتش حاجه. كتير قوي. انت بوي، انا جير. تمام شغلنا الوقت. حطي بقى الوقت قدام الطيب، وريني كده السؤال فيه اشوف شغال انتي. عادي. يلا دقيقة، طب الدقيقة واللي بدأ؟ ابتدت. حد يبقى يقول لنا بقى شغالة ولا لأ، يعني انتهت ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى انت ابتديت بدري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكلي هاخد فلوسي. مطافي. شكلي هاخد فلوسي. بالراحة. فلوسي يا حبيبتي. بص الديناصور ده. فلوسي راجعالي. دعاية. انا خلصت. وانا لسه. ايه الخسران؟ ايه الخسران ياكل؟ لا خسران ايه؟ انا اللي كسبت. طبعا التحدي انا خسرانة. هو ما شاء الله عليه خلص الطبق بتاعه وانا ما قدرتش، هي صعبة جدا. بص انا اللي باقي مني قد ايه، كتير قوي. فمبروك عليه، مبروك عليه الفلوس. انا مبروك عليا النار اللي في بقي. وما انصحش اي حد يعمل تحدي بالاندومي، دي صعبه جدا جدا. يعني بالنسبه للرجاله هم عندهم بنج في بقهم، انما احنا صعبه جدا. مبروك. ها؟ مبروك. الله يبارك فيك. كام فلوسي. فلوس؟ فلوسي. لما اديك الاندومي دي بقيتها وتديني الفلوس دي. انت ما يغلاش عليكي اي حاجه. ايوه وتحدي جميل حبيبي. انا كنت عايز اديك الفلوس ايوه بس بفكر ما اديهالكيش. ولو فكرت تاني؟ ممكن اديها لك. طب فكرت تالت؟ ماشي. مبروك عليك الفلوس ومبروك عليك الفشل انك عرفتي تحققي. شكرا، ده فشل غالي جدا جدا. تحب نعمل تحدي تاني من نفس النوع؟ لا 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 لا. ليه؟ تحدي تاني ضعف دول وتطلعيهم من عندك بقى. لا انا ما بطلعش حاجه، انا اخد بس. لا هي كده مره وخلاص وعدت. احنا تسلم لي طبعا. كل سنه وانتم طيبين بقى عشان رمضان، وربنا يعود عليكم الايام بخير. حبيبي تسلم لي، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم ويتعاد عليكم وعلينا بخير. وانا مبسوطه ان ده كان اول تحدي لينا انا وانت على القناه، وولادي هم صحاب فكره التحدي دوت. انا عايزه يعني اقول لهم انا عرفت قد ايه انا وباباكم غاليين عندكم بسبب الشطه، يعني دي غلاوه من نار زي ما بيقولوا. ويا رب كده يكون شهر رمضان خير عليكم وعلينا، وهنتقابل ان شاء الله كل يوم في رمضان. بس مش تحدي، مش هنقدر نعمل التحديات دي في رمضان. هنعمل ان شاء الله وصفات جديده وفيديوهات مساحتها قليله، عشان خاطر انا عرفت ان الفيديوهات القليله انتوا بتشاهدوها اكتر وبتحبوها اكتر من الفيديوهات الطويله عشان الوقت وطبعا الباقات بتاعتكم. فانتظروني ان شاء الله في رمضان في كل جديد معايا ومعاكم في مطبخي ومطبخكم في مطبخ هند عمار. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد من مطبخي يوصل لكم. اهم حاجه لو عجبكم الفيديو شيروه لكل اصحابكم عشان ان شاء الله القناه تتشاف وتكبر معايا ومعاكم. شكرا ليكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفات رمضان جديده باذن الله. مع السلامه، باي باي. وتعالوا بقى نشوف الفلوس اللي احنا كسبناها من الايه خساره. اول مره اشوف خساره بتكسب. من 1 2 3 4 5، هما كانوا 450 جنيه. كان نفسي يكونوا اكتر بس لما عديتهم بقى يبقى الاندومي الحار جاب فلوس. لو عايزه بقى تتبشري على نفسك كده قبل العيد وتاخدي فلوس، اعملي تحدي مع جوزك. بس اختاري، يعني فاهمه، لو جوزك بيحبك قوي ابعدي عن اي تحديات. طبعا فاهميني كلام بالعكس طبعا. يلا اهو بصوا ادي الفلوس خدتها بجد فعلا، وربنا يخليه لينا، وكل سنه وانتم طيبين. ونتقابل ان شاء الله في تحدي جديد باذن الله. مع السلامه.